ازيكم عاملين ايه؟ صباح الهنا او صباح الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده عملنا محشي الكرنب. هقول لكم عليه بكل تكاته واسراره. بس يلا، انت لسه ما اشتركتيش، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. وحطوا لي لايك وتعليق حلو من قلبكم. يلا تعالوا، جبت كرنبايه حلوه كده، كانت ما شاء الله حلوه وكبيره. فرطتها ورقه ورقه، لان انا عندي الحله اللي بسلق فيها زي ما انتم شايفين كده مش كبيره قوي، فما بتاخدش الكرنبايه كلها، فانا بفرط فيها ورقه ورقه لحد ما يتفضل جزء صغير منها، وبعد كده احطها في الحله. طبعا حطيت حله تغلي على النار فيها ميه، حطيت فيها معلقه من الملح الابيض ومعلقه من الكمون ما بيخليش ريحه للكرنب. شطفت الورق اللي بره. تعالوا بقى نسلقه ومش هياخد وقت خالص في السليق، دقيقه واحده او دقيقتين تشريه. دقيقه واحده ايوه بس كده، الكرنب بتاع الشتاء بيبقى خفيف ما بيخليش ريحه للكرنب ولا بينفخ القولون ان شاء الله. خلاص هنا الميه كانت غلت وحطيت فيها الكرنب ورقه ورقه. انا كنت برمي الورق الاخضر ده، ولكن هم قالوا لي لا سيبيه، احنا عايزينه بيحبوه. حتى ابني بيفكروا ورق عنب وهو بياكله كده اخضر فبيحبوه. فالمره دي كانت فيها ورق اخضر عملته. طبعا اديت الورق الاخضر بس شطفه حلوه كده تحت الحنفيه، لان بيبقى فيه حاجات من الارض وكده، طينه او تراب، فشطفته تحت الحنفيه شطفه وبعد كده سلقته. كرنب يا جماعه او المحشي سهل جدا، اي عروسه او اي بنوته داخله على جواز اوعي تستصعبي المحشي في الاول، بس يعني هتحسيه صعب. انا برضو كنت كده، ولكن بعد كده هتحسيه سهل خالص واكله جميل، ولازم تعمليه بايدك كده بيبقى له طعم تاني كده. انا كنت زمان امي تعمل لي واروح اخده والكلام ده في اول الجواز، بس والله العظيم هو طبعا بيبقى طعمه جميل ومكلفينه كل حاجه، بس ملهوش يعني زي ما انت تكوني انت اللي عاملاه وتعبانه فيه كده، بيبقى له طعم تاني كده، خصوصا لما تخلفي ويبقى عندك ولاد. بتحطي الورقه دقيقه واحده بس او دقيقتين، مش اكتر من كده. كرنب الشتاء بيبقى حلو وبيستوي بسرعه. الكرنبايه ديت ما خدتش وقت على النار خالص مني. خلاص هنا كنت قربت اخلص، وهيتفضل الكرنبايه الصغيره هحطها في الاخر وخلاص على كده. كانت ما شاء الله مورقه وفيها ورق كتير. ادي حطيت الكرنبايه في الاخر وهقلبها واشيلها. هنا بقى حطيت ميه على النار احط فيها اسلق فيها اللحمه، حطيت فيها بصلايه وطماطمايه لحد ما الميه تغلي وتقلب، احط فيها اللحمه على طول. وحطيت الحله دي اللي انا هحشي فيها، هي اللي انا بقلي فيها. المحشي يا جماعه بيحب الزيت، هو كده عايزه تحطي معاه معلقه سمنه تمام ماشي. فحطيت حبه زيت محترمين كده، وقطعت بصلتين قطعتهم صغير خالص. وهعمل التسبيكه بتاعت المحشي. انا بسيب المحشي بتاعي يتسبك، ما بعملوش ني في ني، بسيبه يتسبك. الباقي بتاع البصله برمهوش بقى، ارجعه تاني واحطه في الشوربه اللي انا هسلق فيها اللحم. خلاص قطعت البصلتين صغيرين كده جدا. ولو حابه المحشي يكون حامي بتقطعي قرنين عليه شطه، قرن شطه على حسب ما انت تحبي. انا جبت قرنين شطه وقطعتهم فيها على البصل كده. ممكن تحطيه على الرز على طول قبل ما تحشي، ممكن تحطيه دلوقتي زي ما تحبي، حطيه في اي وقت. انا قطعت قرنين كده وحطيتهم مع البصل قبل ما اقلب عليهم الطماطم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اكثروا من الصلاه على النبي في كل يوم، وفي يوم الجمعه عامه يعني ما شاء الله بتبقى يوم جميل كده، ونكثر فيه في الصلاه على النبي. خلاص هنا حطيت هنا وقطعت بقى. هنا اول مره اقطع الخضره على القطاعه، كانت حلوه. يعني انا دايما بقول لكم بحب اقطع الخضره على ايدي كده، بس المره دي قطعتها على القطاعه كانت حلوه برضو. والسكينه ساعدتني لان السكينه كانت حاميه
واتقطعت معايا كويس جدا، وقطعتها صغيره قوي برضه، انا بحب تقطيع الخضره صغير. يلا اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. هنا كنت غسلت الرز وصفيته كويس جدا، ونزلت عليه بالتسبيكه على التسبيكه، وخلاص هحط الخضره واقلب واطفي عليه. او تقريبا انا كنت طفيت عليه. حشيت المحشي، كان فيه مقطع